دخلنا للسوق الجديد في يومه الأول ببلدية عين صالح، فوجدنا مختلف المواد الواسعة الاستهلاك والتي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، حيث لاقت هذه المبادرة استحسانا واسعا لدى المواطنين. لما سمعنا بالافتتاح السوق جينا اقتنينا بعض الخضر وبعض المنتوجات بعض الفواكه، ولقينا الأسعار ما شاء الله في متناول الجميع إن شاء الله، والمنتوج محلي وإن شاء الله يكون متوفر على طول الشهر الكريم إن شاء الله. 13500 سعر معقول وكمية ثاني كاينة متوفرة. الحمد لله تجولنا في السوق وجدنا أن الأسعار يعني منخفضة ومرحومة. ضمان أسعار في متناول المواطن مع الوفرة في المواد والقضاء على الاحتكار هو ما تسعى عليه الجهات المعنية من خلال تكثيف الرقابة على مستوى الأسواق وفتح أسواق جوارية عبر كامل البلديات. إن شاء الله اللي احنا نوعدوهم إن شاء الله بإذن الله اللحوم الحمراء طيلة شهر رمضان يكون فيها تخفيض. ساهمنا ب4 جمعيات منطوية تحت الاتحاد الفلاحين وزوز تعاونيات. نهدف منها من خلالها لتوفير السلع الأساسية الضرورية اللي يحتاجها المواطن البسيط خلال شهر رمضان الكريم. إذن هي مظاهر جلية لأصناف الخير في شهر رمضان، شهر يقوي أواصر المحبة والألفة والصلة بين أفراد المجتمع الواحد.